السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا زملكاوية؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وبث جديد واخبار جديدة لنادي الزمالك. طبعا الزمالك بيستعد بقوة لمباراة الاتحاد السكندري. الزمالك ان شاء الله بإذن الله تعالى آه يكون مكتمل الصفوف باستثناء اللعيبة اللي هي المتمردة واللي غايبين. اللعيبة اللي موجودة في المعسكر إن شاء الله يثبتوا وجودهم ويحصدوا أول 3 نقاط أمام الاتحاد السكندري. مباراة مش صعبة ومش سهلة، مباراة في المتناول، لكن عايزة مجهود. احنا كعبنا عالي على الاتحاد إن شاء الله، وبإذن الله نفوز بالمباراة وناخد ال3 نقاط. ال3 نقاط مهمين جدا. ليه؟ لانك انت بطل الدوري، انت حامل اللقب، فطبيعي ان انت تبدأ بقوة وتحافظ على البطولة بتاعتك. فهو ده هيبقى هدف لعيبة الزمالك، وطبعا هدف الجماهير، وهنحفز نجوم الزمالك على الفوز بالدوري ان شاء الله. ماتش الاتحاد آه، طبعا في استاد القاهرة، لان في بعض الناس طلعت اشاعات. طبعا انتوا عارفينهم، اللجان بدأت بقى، اللجان كده بدأت تعمل بقى ايه الشغل بتاعها. تذكرتي، مفيش تذاكر، الزمالك هيتنقل الماتش بتاعه، الكلام ده كله عار من الصحة، واحنا ما نصدقش غير موقع نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك بس. سهله يعني، مش تلاقي اي بوست ولا اي حاجه خارجه من المجاري كده، تعرف ان هي جايه من عند المجاري، بتوع المجاري على طول ما تصدقش، لان كانوا مطلعين اشاعه ان الماتش هيتنقل من استاد القاهره. انا مش عارف الناس دي عايشه ازاي. اهلا وسهلا يا خالد، اهلا وسهلا كابتن خالد. معلش يا بركه، احنا ما عندناش، عندنا وقف قيد، ما جبناش صفقات، لكن لعيبه الزمالك هي صفقات، ما تقلقش. يوسف الفرنساوي ده صفقه، محمد ابراهيم صفقه. لعيبه الزمالك ان شاء الله بخير ان شاء الله باذن الله. فطبعا يا جماعه، ماتش مش سهل، ماتش الاتحاد، وفي نفس الوقت نقدر نكسبه بكل سهوله. هي عايزه مجهود، تركيز، وبعون الله تسمعوا كلام كابتن معتمد، وربنا يوفقك يا معتمد، وتختار اللعيبه الانسب في المباراه. انا عارف انت الاوراق بتاعتك مش كامله، لكن احنا متعودين ان الزملكاويه بيقدروا يعدوا المطبات الصعبه دي، فاحنا ان شاء الله متفائلين خير. نعم، هيلعب يوم الجمعة الساعة 8 مساء مع الاتحاد في استاد القاهرة بإذن الله تعالى. طبعا احنا بندعم نادي الزمالك، وبإذن الله ال3 نقاط يا رجالة، ال3 نقاط دول مهمين جدا، مهمين جدا. دول بداية الطريق، مشوار ال1000 ميل بيبدأ بال3 نقاط. احنا ان شاء الله عشان ناخد الدوري نبدأ بالثلاثة دول. بطولة افريقيا بأول ماتش ان شاء الله، كاس بأول ماتش ان شاء الله، كله يجي ورا بعضه كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله. انا بإذن الله تعالى يعني متفائل خير ومش قلقان ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. الاخبار كده بسرعة عشان الاخبار كتير. ماشي. غيابات الزمالك عن ماتش الاتحاد، طبعا بنتايج، حسام اشرف، عبد الله السعيد، شيكو بنزا، بزيرة. طبعا الثلاثه الاخر اللي هم عبد الله ده سبب التاخير، ووقع، والزمالك وقع عليهم غرامه عشان تبقوا عارفين. الزمالك وقع غرامه ماليه كبيره على عبد الله السعيد، وغرامه على شيكو بنزا، والتالت ده برضو الزمالك وقع عليه غرامه. واول ما يجي الغرامات دي هتمشي ساريه، مفيش حاجه هتتلغي، محدش يلوي دراع الزمالك، بس عشان ايه انتوا حضراتكم تبقوا عارفين. الزمالك بيقال ان هيعلن قريب على مدير رياضي مكان جون ادوار، واحد اسمه حسام الزناتي. ده كان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة. وانا بصراحة يا جماعة، بصراحة بقلق من اي حد جاي من اتحاد الكرة او لجنة المسابقات او رابطة الاندية. انا بقلق منهم، لان كلهم بيبقوا ضد الزمالك، ولجنة المسابقات دي كانت بتتعنت مع نادي الزمالك، وهو كان فيها. ايه بقى دوره بقى؟ كان بيعمل ايه؟ فده
بيقال هو ده اللي هيبقى المدير الرياضي، وهو نائب مدير نادي نورشلاند الدنماركي، فهو احتمال كبير يبقى المدير الرياضي. نعم يا بركة، هو حسام الزناتي احتمال كبير هيتعين يبقى المدير الرياضي لنادي الزمالك. إذا كان هم بيقولوا عليه إن كويس وفاهم ودارس إدارة وده 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 وعاوز صلاحيات زي جون إدوارد والحاجات دي، بس أهم حاجة تبقى بطل. أهم حاجة بقى إيه، تجيب لنا حقنا اللي أنت كنت بتاخده مننا لما كنت في لجنة المسابقات، وانت عارف بقى لعيب لجنة المسابقات وعارف اللي بيحصل فيها، فتبقى بقى يعني سيف ودرع لنادي الزمالك طالما انت هتشتغل في نادي الزمالك تحلي لقمة عيشك. حاجة مهمة جدا، احمد شوبير اللي بيتكلم على لسان الاهلي او المتحدث الرسمي للاهلاوية، بيسيب مشاكله كلها، يسيب مشاكل الاهلاويه اللي هم مثلا يعني ما بيجي لهمش عقود احتراف. مشكله حسام حسن ما بيتكلمش فيها، الاهلاوي اللي خد ابنه وخد لعيبه المنتخب بتوع الاهلي ال 11، وسايب امام عاشور الهربان وبيتكلم في حاجه ما تخصوش خالص. محمد عواد لابس تيشيرت مكتوب عليه 99، هو بقى بسلامته زعل. ليه؟ لأن نادي الزمالك قرر إن محدش يلبس رقم واحد، لأن الزمالك جمهور الزمالك هو رقم واحد. هو طالع بيقول إيه بقى؟ أنا ما عنديش مانع، أنا ما عنديش كذا، بس أول مرة نشوف حاجة زي كده. هو بسلامتك يعني مثلا يعني هو المفروض أنا الزمالك أما أجي أعمل حاجة تكون أنت شفتها يا احمد يا شوبير. يعني انت دلوقتي بتقول احنا ما شفناش حاجه زي دي قبل كده. طب انا الزمالك مظبوط، وحط تحت الزمالك 999 مليون خط مظبوط. انت بتقول انا ما شفتش ده قبل كده، هل الزمالك مطالب ان يوريك؟ يعني هل الزمالك مطالب ان يعرض عليك الاول يقول لك يا شوبير انت شفت ده قبل كده؟ لا ما شفتوش، خلاص ما نطلعوش، ولا ايه يعني الموضوع؟ ولا مين سيادتك يعني عشان نبقى عارفين؟ يعني انت ايه وجه الاعتراض؟ ايه اللي مضايقك؟ يعني الموضوع يخصك في ايه؟ ولا عشان انت ما عملتهاش، ولا عشان انتوا ما عملتوهاش، ولا عشان جمهور الزمالك هو رقم واحد في مصر؟ يعني ايه القصة؟ ايه يعني؟ نفسي اعرف يا احمد ايه اللي زعلك؟ يعني احنا لا قلنا على الاهلي كذا ولا عصابة ولا الكلام ده، ولا الكلام اللي كان بيقوله تركي الشيخ وانت بتكلمه مظبوط، وحتى ما اعترضتش عليه وما قفلتش في وشه السكة وما قلتلوش لا ما تتكلمش كده على زمايلي او على النادي اللي انا بشجعه مظبوط. انت طالع بتعترض على ان الزمالك هيلغي رقم واحد علشان الجمهور؟ ايه ده يا اخي؟ انت مالك؟ انت يا احمد يا شوبير مالك؟ ايه اللي يعنيك؟ ايه اللي يعني ايه الاماره اللي تديك الحق ان انت تعترض؟ اعتراضك خليه ليك في بطنك، ما تطلعوش. يعني انت مش عشان اعلامي وبتطلع في التلفزيون ومتحدث رسمي عن الاهلي فكل الكلام اللي انت هتقوله هيبقى صح. ما تميزش نفسك ان انت ما بتغلطش. اهو انت بقى يا احمد غلطت في دي، صدقني غلطت فيها، وابنك او اي حد قريب منك هيقول لك صحيح يا شوبير. انت مالك؟ انت مالك ومال كده؟ نادي الزمالك يعمل اللي هو عاوزه، ده نادي كبير. هو انت واصي على نادي الزمالك؟ ولا زي انت ما بتقول انت ما تعرفش وكان لازم نقول لك الاول؟ طب المره الجايه لما نيجي ناخد قرار هنبقى نعرفك ان شاء الله. بس ما تحاولش ان انت تتدخل في حاجه تاني تخص الزمالك. الزمالك يا جماعه لغى رقم واحد احتراما لجماهير اللي هي رقم واحد في مصر وفي العالم. في فضيحة حصلت يا جماعة في غزل المحلة. غزل المحلة فضح الأهلي. غزل المحلة فضح الأهلي. الأهلي عامل بند كده بالبق، يعني مش مكتوب في العقد. حاجة اسمها ايه؟ خليها في سرك، مش عايزين نقول لحد، دار على شمعتك، عدم الإفصاح،
حاجات من هذا القبيل يعني. يعني اتفاق كده مثلا زي ما يكون ايه، اتنين قاعدين مع بعض، مثلا انا وانت قاعدين مع بعض وبنتكلم، وانا مثلا محتاج منك حاجه فخدتها منك، فاقول لك ايه، اوعى تقول، اوعى تقول لحد، وانت تقول لي لا مش هقول، لا مش هقول. فجه واحد سمعنا في الحوار عندك، راح طلع قال ده فلان وفلان كانوا قاعدين مع بعض وحصل ما بينهم كذا كذا، وانا عارف الاتفاق وعارف ده وعارف ده. انا بقى اجي واقول لك انت عليك غرامه. غرامه ايه؟ ان انت قلت ايه يا ابني؟ ان انت قلت سعر اللاعب اللي انا مشتريه منك. ايه ده؟ هو انت زعلان من كده؟ اه، ليه زعلان من كده؟ احنا عايزين نداري على نفسنا. يعني ايه تداري على نفسك؟ فطبعا غزل المحله، المهندس وليد اللي هو رئيس نادي غزل المحله، بيسالوه على السر بتاع عدم الافصاح اللي بيقوله مين؟ الاهلي وادارته. راح قال مفيش حاجه من الكلام الفاضي ده، ولا نعرف عدم افصاح، ولا نعرف حاجه، ولا لينا دعوه بالكلام ده خالص. احنا خدنا اللاعب ب 50 مليون جنيه، و5 مليون جنيه نظير ايه؟ 5 مليون جنيه للضرايب اللي يتحملها الاهلي. يعني الاهلي هيدفع للضرايب 5 مليون جنيه، والمحله باعوا اللاعب بتاعهم ب 50 مليون جنيه. يعني مش اسرار دوله، يعني مش اسرار امن دوله او امن قومي. لاعب اتباع، انت ليه مش عاوز تقول؟ يعني ايه النيه ان اداره الاهلي تداري؟ ثم انت خايف من الزمالك مثلا؟ خايف من الزمالك يعرف؟ طب ما احنا هنعرف، يعني احنا كده كده هنعرف. الدولة أكيد عارفة، الموضوع مش سايب يعني. فإيه حكاية عدم السر وعدم الجهر بالموضوع وعدم الإفصاح، وأوعى تقول لحد وما تقولش لحد؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ ده ما حصلش قبل كده، ومعرفش إيه الألعاب الجديدة اللي بتطلع دي. غزل المحلة فعلا فضح الأهلي. يعني أنت، يعني غزل المحلة قلبه على البلد أكتر منك؟ يعني غزل المحلة مش خايف وعنده جراءة وبيحب البلد أكتر منك أنت؟ وبعدين يعني هو قال، يعني خليك ذكي. يعني غزل المحله قال اسكت انت بقى، لكن انت جاي تقول له عدم الافصاح، راح هو فضحك اكتر. رحنا احنا الزملكاويه عرفنا يا بتاع عدم الافصاح. ايه عدم الافصاح دي؟ يعني سر بيني وبينك؟ يعني نشتري اللاعب سر بيني وبينك؟ طب الدوله هتعرف ازاي ان ب 50 مليون؟ ما هي لازم تشوف عقود، مش في جهاز بيجي يحاسب؟ هي تكيه؟ ما اعرفش يعني. هم اداره الاهلي بتفكر ازاي؟ ما والله لو الزمالك عملها كان زمان دلوقتي مصر كلها بتتكلم على الموضوع. بس برضو يعني السوشيال ميديا الزملكاوية مش ساكتة، بتتكلم يعني عليه. قلنا ان قبل كده عقد بزيرة اللي الاهلي عايز يشتريه وصل 8 مليون، بس عايز يعمل له كوبري. الزمالك طالب 8 مليون، او يعني ممكن يعني 8 مليون يبقى حلو قوي، يا ريت 10 مليون خير وبركة. تقدروا ترفعوا السعر ارفعوا، لو لقيتهم هيموتوا عليه زود، كل تلاقيه بيموت وبيلهس زود. فأنا نفسي يتباع ويمشي، أهو ما استفدناش منه يا جماعة. الناس الزملكاوية اللي زعلانة على إخوان بزيرة أهو ما جاش ومش قلبه على الفريق، مش قلبه على الفريق. أنا كنت بحبه لكن دلوقتي ما بحبوش. أنا كنت بحترمه وكنت بقول عليه لاعب جامد ولاعب، لكن دلوقتي خلاص ما اقدرش اتكلم عليه زي الاول. خلاص انا طبعي كده، انا اللي يخون الزمالك ما يلزمنيش، ما اعترفش بيه. اللي يخون الزمالك ده، يعني الزمالك ده خط احمر. مجرد ان انت تخون نادي الزمالك وتقول لي مثلا انا في نادي تاني عاوز اسيبك واروح العب عنده، يبقى انت كده خلاص نزلت من نظري، كده خلاص ما تنفعنيش. والله يا جماعة الزمالك يعني عامل الصح لغاية دلوقتي، بس اتمنى ان يجي القاهرة ويتباع من هنا وب8 مليون او 9 مليون دولار ويمشي. احنا مش عايزينه خلاص. ناس بتقول هيروح الاهلي، طب ما هيروح الاهلي معاه فلوس خلاص. عقبال لما الاهلي بقى ياخد خيره، احنا خدنا خيره خلاص. عقبال لما الاهلي ياخد خيره نكون احنا جبنا 2 زيه واحسن منه كمان، ويجي الاهلي بقى يحس ان ايه، ان ده ملوش قيمه، يروح رميه ويبص لمين؟
يبص للاتنين اللي عندنا. فهي سنة الحياة كده. قدرك قدرك يا زمالك ان انت احسن نادي في مصر، والاهلي بيغير منك. قدرك ان اي حاجة في ايدك يبقى عاوز ياخدها. اي حاجة في ايد الزمالك مع جماهير الزمالك، الزمالك يعملها، تلاقي الاهلاوية يطلعوا حاجة من الاتنين: يتنمر، يقول لك ايه ده، احنا ما شفناش قبل كده، انت ليه بتعمل كده؟ يا اخي انت مالك؟ انتوا مالكوا؟ انتوا تتعلموا بس، انتوا تتعلموا من الزمالك وبس. انت بكره يبقى عندك مدير رياضي، نيجي احنا بقى نقول لك ما انت بتقلد الزمالك اهو. الرد بتاعك طبعا معروف: لا احنا كنا من 2018 كنا عايزين نعمل مدير رياضي، بس ايه كنا ناسيين. هتطلع اي حاجه وترد، لكن احنا ما احنا الزملكاويه مش مهتمين، يعني مش مهتمين بطريقتكم وبكلامكم اللي انتوا بتعملوه. شكرا للناس اللي عامله لايكات يا جماعه، كتر خيركم. وباذن الله يعني الزمالك هيبقى تشكيله باذن الله، تشكيله يبقى كويس في ماتش الاتحاد. انا يعني كابتن معتمد، الماتش بدأ، انت بدأت التشكيل والماتش بدأ، لا قدر الله لا قدر الله في دروب في حاجة، الحق غير على طول. انا عارف ان انت لسه هتكمل يعني ايه التشكيلة الأساسية. طبيعي ان انت ما وقفتش على ايه، على ال 11 لاعب بالظبط. يعني ممكن في 2 3 تبقى شاكك فيهم، شاكك في قدراتهم، مظبوط، او مش هيقدروا يأدوا في المكان ده. لقيت حد منهم وقع قدامك، على طول على طول يبقى عندك البدايل وتغير على طول عشان الماتش ما يهربش. الزمالك وحشنا جدا يا جماعة، جدا. نفسي اشوف الزمالك والله. وانا واللي بيحب الزمالك يا جماعة يشترك في القناة ويخبطنا اللايك الحلو كده، وبإذن الله نبشركم بأخبار حلوة لنادي الزمالك. يعني الواحد بيحاول والله يجيب أي خبر لنادي الزمالك، لأن أنا مشفق على جماهير الزمالك ومشفق على نفسي من الأخبار اللي بنسمعها، أخبار القيد وأخبار الفلوس واللعيبة اللي بتتمرد بعد ما بنربيها وبنلمعها وبننضفها، وبعد كده يسيبونا ويروحوا في أندية يبقوا أقل لعيبة فيها. معلش معلش، قدرنا نادي الزمالك الكبير، قدرنا احنا نادي الزمالك الكبير. هو في خبر كده انا قلته الصبح واتمنى ان يحصل: احتمال كبير عودة مصطفى محمد لنادي الزمالك. كل ده متوقف على حاجة واحدة، ايه هي؟ وقف القيد التأديبي. لو اتأجل وتخفف ومثلا جه في شهر يناير، مصطفى محمد هيبقى في الزمالك ان شاء الله. يعني انا يعني اتمنى مصطفى محمد يجي، اتمنى. مصطفى محمد اضافه قويه، مصطفى محمد احسن راس حربه صريح من بعد عمرو زكي، مفيش حد تاني جه زيه. وهو يعني كان نفسي ما يسافرش، بس هو عاوز يأمن مستقبله. كان موجود في الزمالك، كان عامل شغل جامد والله، وكان قوي ما شاء الله، وكان مرعب لكل المدافعين. لعيبه الاهلي كانت ركابها بتخبط في بعضها من مصطفى محمد. الراجل ده حط جون، خد على الطاير واتمطع واتعادل وكله، وفي وسط 2 لعيبه من الاهلي ووسط دفاع الاهلي كله، وحطها لهم. وكانوا بيتفرجوا عليه كلهم، بيتفرجوا عليه زي يعني زينا زيهم، زي المتفرجين اللي بيتفرجوا عليه، واقفين كده بيبصوا عليه. وحط جون في الشناوي متعه. بس ربنا يسهل ويرجع تاني. مصطفى محمد إضافة قوية لنادي الزمالك، ومن الزمالك هيدخل المنتخب، محدش هيقدر يمنعه عن المنتخب. لأن احتمال كبير على اللي سمعته يعني إن في تفكير في دماغ هاني أبو ريدة، وبيسأل بعض الناس القريبين منه إنه عاوز يقيل حسام حسن، عاوز يمشيه بعد الأحداث اللي حصلت بسبب مشاكله العائلية. فهيبته في المنتخب يعني تكاد تكون راحت. فهو وحسام حسن عنده مشاكل كتير جدا، ومصاب وفي المستشفى، اتضرب في دماغه، وبيقولوا ان فقد الوعي شوية،
ودخل المستشفى. طب هو هيدرب ازاي؟ يعني مثلا لو حصل حاجة مثلا في الملعب وحاجة ضغط ولا حاجة كده، طب ما هو ممكن يروح منه برضو الماتش ويقع. إذا كان الأسرة ما قدرش يتحكم في الأسرة، هيتحكم إزاي في قدراته وأعصابه في المنتخب في الأدغال الأفريقية؟ فأنا بدي صوتي لصوت هاني أبو ريدة والناس اللي طالبت بإقالة حسام حسن من منتخب مصر. وانتوا يا زملكاوية، اعتقد الزملكاوية برضو نفس الموال. وفي اهلاوية كتير على فكرة يا جماعة، اهلاوية كتير جدا معترضة على وجود حسام حسن في المنتخب، وهم زي ما تقول استعروا، لان هم كانوا حسام بتاعنا وحسام معانا وحسام كذا. تحس ان هم خجلانين مش قادرين يتكلموا، عينهم مكسورة، متعرفش ليه يعني. رغم ان دي حاجة اسرية عادي يعني، بتحصل مع كل الناس، بس ما بتحصلش في الشوارع يعني، او في الاماكن اللي هي العامة دي. الزمالك استلم النهارده 1,500,000 دولار. ال1,500,000 دولار فلوس حسام عبد المجيد، فلوس حسام عبد المجيد الزمالك اخدها النهارده. في خبر برضو من الاخبار الحلوه اللي عجباني، ان الزمالك هيلاعب AS سبورت اللي هو بطل نادي جيبوتي في بطولة افريقيا. اول ماتشين هنلعبهم في القاهرة، يعني ده اول فريق احنا هنواجهه، هنلعبه في القاهرة هنا الماتشين، الذهاب والعودة. دي فرصة بقى يا جماعة، يعني انا لو مدرب هقول لهم بصوا دي فرصة. الماتش اللي هو بره اللي هو هنلعبه هنا هيبقى ده ماتش بره محسوب بره، لما اكسبه 6-0 مثلا، بقول مثلا يعني، او 7-0، يبقى انا كسبت بره ارضي، اكبر فريق مصري كسب بره ارضه. احصائيات، حاجات كده صغيره بتجمل نادي الزمالك، ممكن العب عليها. ايه المشكله لو كسبت 8-0؟ ايه المشكله يعني؟ فريق ضعيف، فريق مجتهد، وناس طيبين، جيبوتي اهلنا، ونقدر نكسبه. ايه المشكله لو عملنا حفله وسجلنا مثلا في الماتشين الاولين مثلا 12 جون، 15 جون؟ ايه المشكله يعني؟ غلط؟ انا شايف ان عادي يعني، وخاصه في الماتش التاني. يعني اكسب الماتش الاولاني مثلا 6-0 او 7، والتاني حاول تكسبه 8 ولا 9، علشان خاطر يبقى ده الماتش اللي ايه، اللي بره البلد، بره مصر. لما اجي اقعد كده اقول ان اكبر نتيجه لفريق مصري فوز بره ارضه، اقول الزمالك كسب كذا كذا في بطوله دوري ابطال افريقيا، ويبقى انذار برضو لكل الفرق يا جماعه. ربنا يعينكم، ربنا يقدركم، ربنا معاكم. كل جماهير الزمالك وشعب الزمالك معاكم وبتدعمكم، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله اخبار ساره بكره تكون لنادي الزمالك، واخبار حلوه. واشوفكم على خير في بث جديد. شكرا لكل الزملكاويه اللي موجودين معايا لغايه دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.